لا أحد توقع أن يحدث هذا في لحظة هدوء بين جدران منزل جديد لم يمضي عليه عدة أشهر. حدث شيء غير مألوف. مشهور منصات التواصل الاجتماعي عبد الله الودعاني قلب كل شيء رأسا على عقب، لكن السر الخفي وراء ما حدث. عبد الله الودعاني أحد أشهر الوجوه على منصات التواصل، خرج بمقطع لم يكن كغيره من المقاطع المعتادة. وقف أمام الكاميرا وبين ملامحه علامات الدهشة التي لم تكن موجهة للجمهور فقط بل حتى لنفسه، وقال: غيرت كل البيت، حتى الجدران، حتى الأرضيات، الأساس، كل شيء يتغير الآن. لم يكن المزاح حاضرا في نبرته، بدا وكأن شيئا بداخله يدفعه لاتخاذ قرار خارج حدود المنطق. 10 أشهر فقط مضت على تأسيس منزله، لكنه قرر محو كل شيء: الأرض، الجدران، التفاصيل الصغيرة. كلما اعتقد أنه ثابت صار ضمن الماضي. الناس بدأت تتساءل: هل هذا مجرد نزوة أم أن هناك سببا لا يعرفه أحد بعد؟ عبارة واحدة قالها الودعاني اختصرت كل ما لم يقله. فلسفة العقل: قررت أن أغير الديكور بشكل كامل. لم يسند القرار إلى مصمم أو مزاج لحظي بل لعقله، وكأن هناك معركة داخلية انتهت بانقلاب كامل على الواقع القائم. الغموض في تصريحه لم يكن مقصودا، لكنه أضفى على القصة بعدا نفسيا مثيرا. من يتابع الودعاني يعرف أنه شخص لا يكرر خطواته، دائم البحث عن الجديد، عن الاختلاف، عن التجديد الكامل حتى لو كلفه كل ما بناه. قال إنه سيحتاج قرابة شهر لإنهاء التحول، إن التغيير سيكون جذريا ومخيفا، لا تفاصيل إضافية، لا صور، فقط وعد بكشف اسم المصمم لاحقا، وزيادة في التشويق الذي بدأ يحاصر المتابعين. المنزل الذي كان يوما مصدر فخر ومحتوى أصبح الآن ساحة للتجريب وإعادة البناء، ليس من الخارج بل من العمق. وكأن الودعاني أراد أن يقول: البيت انعكاس لصاحبه، وإذا تغير الداخل يجب أن يتغير كل شيء. لم يكن أحد يتوقع أن تنقلب القصة من فخر المنزل الجديد إلى رحلة تحول كاملة خلال أقل من عام، والسبب لا أحد يعلم سوى عبد الله. المتابعون انقسموا بين من رأى أن ما فعله نوع من الترف، ومن اعتبره إعلانا صريحا بأن الحياة لا تحتمل الثبات. في كلتا الحالتين لا يمكن إنكار أن الودعاني فعل ما لم يجرؤ عليه كثيرون: هدم كل شيء ليبدأ من جديد. ما فعله الودعاني لم يكن تغيير أساس بل إعلان لتحول، وخلف كل جدران أزيل وكل أرضية نزعت حكاية لم تروى بعد، ربما يكشفها لاحقا، وربما يكتفي بأن يجعل من منزله سطرا جديدا في قصة لا تزال تكتب.